بيبدأ الفيلم وشريف سايق عربيته وبيقف عند بيت وبيطلع مسدس من التابلوه، وبينزل عند بيت رقمه 13 وبيكون معاه مفتاح البيت وبيقدر يدخل وبيقتل الراجل اللي ساكن فيه. وبعد ما بيقتله بيلاحظ شريف برواز متعلق على الحيطة وبيكون فيه صورة واحدة ست، فبيدقق كويس في ملامحها وبيخرج بره البيت وبنتنقل لشريف وهو نايم ومامته بتصحيه. وأول ما بيصحى بيحكي لها إنه حلم بكابوس، وهو إنه كان قدام بيت في حتة مقطوعة ولقى راجل عايش فيه راح ضرب عليه نار والراجل مات، وإنه ما يعرفش الراجل ده ولا عمره شافه. لكن مامته بتطمنه وبتقوله إن تفسير الحلم إنه انتصر على العدو. وبيلاحظ شريف جرح في ايده وما يعرفش اتجرح ازاي، وبتقول له مامته ان قميصه عليه دم وبيكونوا مستغربين ومصدومين جدا. وبياخد شريف ادويه مهدئه اتعود ياخدها بسبب الدكتور النفسي اللي كتبها له. وبيتصل شريف بالدكتور عاصم وبيقول له انه هيعدي على نادي خطيبته يجيب الشبكه، وبعد كده هيجيله العياده لان اعصابه تعبانه وعايز يحكي له على الكابوس اللي شافه. وبينزل شريف وبيخبط صابر جار شريف على مامته، وبيقول لها انه امبارح بالليل شاف شريف وسلم عليه لكن شريف ما ردش. وبنروح لنادية وشريف وهما في العربية وبتتكلم نادية مع شريف لكنه بيكون سرحان ومش بيرد عليها. وبعدين بيسألها لو كانت حلمت قبل كده بكوابيس، فبتفضل نادية تهزر وتقوله انها حلمت قبل كده ان في اسد بيجري وراها وبعد كده كلها، لكنه بيسألها لو حلمت قبل كده انها قتلت حد، فبتقوله انها كانت كل ما تتخانق مع حد لازم في نفس اليوم بالليل تحلم انها بتقتله. فبيحكي لها شريف تفاصيل الحلم اللي شافه، وان هو خارج من بيت القتيل حط مفاتيح البيت في جيبه. وبيشتروا الشبكة وبيروحوا لجد نادية وبيتفقوا على ميعاد الفرح، وبيحط شريف ايده في جيب جاكيت البدلة، فبيتفاجئ بوجود مفتاح بيت القتيل، فبيتخض جدا وبيمشي. وبيروح شغله. لما نادية بتتصل بيه في الشغل بيرد السكرتير عليها وبيقول لها ان شريف مشي وما قالش رايح فين. وبيخرج شريف يقعد على كافيه عشان يقابل المقاول اللي بيعمل عنده شغل، لكن بيلاحظ وجود الست اللي شاف صورتها في بيت القتيل. فبيخرج شريف وراها بسرعه لحد بيلاقيها داخله عياده الدكتور عاصم اللي بيتعالج عنه شريف. فبيدخل شريف العياده وبيقول للدكتور على الجرح اللي في ايده، وان الدم بتاع الجرح كان على كم القميص مع انه كان نايم بالبيجامه. وبيقول له على مفتاح بيت القتيل اللي لقاه معاه. فبيفضل الدكتور يقول له مبررات سطحيه وما بيكونش شريف قادر يصدقه. لكن الدكتور بيفكره وبيقول له ان اول زياره جاله فيها شريف كان بيقول له انه حلم ان حصل زلزال كبير في مصر وان الاهرامات وقعت. وساعتها الدكتور قال له ان في اليوم ده كان في مطره جامده، وقبل كده حلم بحريقه كبيره. والدكتور فسره له ان شريف ساب الاباجوره الحمراء شغاله وهو نايم كان جنبها السيجاره ولعه. وبيديله الدكتور ده مهدئ، وبيحكي شريف للدكتور انه شاف الست في الصوره وانها اول ما شافته طلعت تجري وهو جري وراها لحد ما دخلت عنده في العياده. فبيستغرب الدكتور ان شريف ما قالش على اللي حصل ده اول ما قابله، وبيطلب الدكتور من التمرجي انه يجيب الست اللي دخلت العياده، لكنها بتطلع واحده تانية غير اللي شافها شريف. بيقول شريف للدكتور ان مش هي دي الست، فبيأكد له الدكتور ان ده مجرد حلم. وبعد ما بيمشي شريف بيروح عاصم لأوضة تانية مخبي فيها الست اللي شافها شريف، وبيكون اسمها سونيا وبيتخانق معاها لان شريف شافها. فبتسأله سونيا مين شريف ده، فبيقول لها اللي قتل عباس. ولما بتسأله قتله ازاي بيحكي لها عاصم ان شريف جاله في يوم لانه كان بيشتكي ان عنده انهيار عصبي، فكتب له الدكتور ادويه تخلي حالته تسوء اكتر، وانه امبارح اتصل بيه وقال له انه تعبان. ولما راح له عاصم لقاه في حاله انهيار عصبي تام، فانتهز الفرصه ونيمه تنويم مغناطيسي. وبيقول لها عاصم ان شريف بعد ما عمل الجريمه عاصم خد منه المسدس لكن نسي ياخد منه مفتاح البيت. فبتقول له سونيا ان ممكن شريف يروح يبلغ، لكن عاصم بيطمنها وبيقول لها انه مش عارف هو قتل مين وفين عنوانه اصلا، وان مفيش اي علاقه بينه وبين عباس. وبيشوف شريف صوره سونيا على غلاف مجله لانها بتشتغل رقاصه، وبيتصل شريف بالدكتور وبيقول له ان هي دي الست اللي شاف صورتها في بيت القتيل، وبيطلب انه يروح معاه الكباريه اللي بتشتغل فيه سونيا عشان يقابلوها هناك. وبعد ما بتخلص سونيا نمرتها بيقعد معاها شريف وعاصم وبيعرفوها بنفسهم بعد ما بتمثل سونيا وعاصم قدام شريف انهم ما يعرفوش بعض. وبيسال شريف سونيا كانت فين امبارح، فبتقول له انها كانت في اسكندريه، فبيصدقها شريف وبيقرر ينسى موضوع الحلم. وتاني يوم الصبح بيستعد شريف لفرحه اللي هيكون في نفس اليوم بالليل، وبيجي ميعاد الفرح وبتكون ناديه جاهزه والمعازيم كلهم موجودين، وبيكون دكتور عاصم معزوم. واثناء وجود شريف في فرحه بتيجي قوة من الشرطة وبيقول الضابط لشريف انه مطلوب القبض عليه. وبتاخد الشرطة شريف عند بيت عباس، وبيواجهوا الضابط انهم لقوا بطاقته جنب جثة عباس، وبيسألوا اللي يعرف عباس، لكن شريف بينكر معرفته بيه. وده بيرفعوا ببصمات بيلاقوها مطابقة لبصمات شريف. وبيجي جد نادية بعد ما عرف القضية وبيقول لهم ان شريف متهم في قضية قتل. وتاني يوم بتوكل نادية محامي لشريف وبتروح له النيابة، وبتلاقي عاصم في النيابة لانهم طالبين شهادته. فاول شاهد بيكون الشغال بتاع عباس وهو اللي بالغ عن الحادثه، وبيحكي الشغال وبيقول انه في اليوم ده كان طالع على السلم عشان يقص الشجر اللي جاي على الشباك، فبص من الشباك على اوضه عباس لا واقع على بطنه ما بيتحركش ولا بيتنفس. ولما خبط على الازاز ونادهله ما ردش عليه، فيقلق عليه واضطر يكسر الازاز ويدخل من الشباك لانه معهوش مفتاح البيت. ولما بيساله محقق هو شاف شريف قبل كده ولا لا، بيقول انه ما شافوش. وبتدخل نادية عشان تدلي بشهادتها، وبيسالها محقق لو شافت شريف ليله الحادثه، فبتنفي انها شافته، وبيسالها عن الكلام اللي دار ما بينهم لما شافوا بعض. فبتحكي له نادية عن تفاصيل الحلم اللي حكاه لها شريف ساعتها. تستدعي النيابه دكتور عاصم كشاهد في القضيه، وبيقول الدكتور تفاصيل حاله شريف وهي عباره عن ارهاق بالنهار وكوابيس اثناء النوم. في التحقيق بنعرف ان سونيا كانت مرتبطه بعباس، وانه كان عايز يتجوزها بس هي رفضت، وان عباس عمل بوليس تامين ب 15000 جنيه لسونيا بس تقدر تحصل على مبلغ بعد وفاه عباس. لكنها بتتفاجئ هي وعاصم ان عباس لغى بوليس التامين، وبكده سونيا مش تاخد حاجه. لما بيروح عاصم وسونيا بيتكلموا مع بعض، وبيكون عاصم متعصب جدا ان الفلوس راحت. واثناء كلامهم بتيجي ناديه وبتتكلم مع سونيا وبتقول لها انها اكيد تعرف اعداء عباس ولازم تساعد شريف عشان يطلع من القضيه
لانه مش هو القاتل، لانه اصلا ما يعرفش عباس. لكن سونيا بتكون بارده جدا معاها وما بترضاش تقول لها اي حاجه تفيدها. فبتمشي ناديه، ولما بتتكلم ناديه مع المحامي بيرجح المحامي ان شريف ارتكب الجريمه وهو نايم، وانه عنده ضيق المشي اثناء النوم. وبيتكلم المحامي مع شريف وبيعرف منه انه كان نايم بالبيجامه، لكن قتل عباس وهو لابس البدله، والدليل الدم اللي على القميص، وانه راجع البيت لبس البيجامه ونام. وكل ده وهو مش حاسس. وبيطلب شريف من ناديه انها تروح تسال مامته عن اللي حصل ليله الجريمه. وبتقول مامة شريف لناديه انها شافت شريف الليله دي في الصاله بعد ما عاصم مشي، وكانت بتتكلم معاه، لكن شريف مردش عليها. بعد كده خرج من البيت ورجع تاني بعد ساعتين، وبرضه ما اتكلمش معاها خالص ولا بصلها. وفي جلسه المحكمه بيقول وكيل النيابه ان دافع القتل ممكن يكون طار شخصي بين شريف وعباس، او ان يكون شريف قتل مأجور. لكن محامي شريف بيقول ان المأجورين دول بيكونوا مرتزقه، لكن شريف مهندس ناجح في شغله وكله عارف اخلاقه ومركزه. وبيطلب المحامي انه يقدم شاهد، وبيكون الشاهد ده صابر جار شريف. وبيقول صابر في المحكمه انه ليله الحادثه كان راجع البيت في نفس الوقت اللي كان شريف راجع فيه البيت، وشافه صابر ونده عليه وسلم عليه، لكن شريف مردش عليه ولا بصله. وكمان كان معاه شخص، فبيسأل القاضي صابر لو شاف الشخص ده يقدر يتعرف عليه ولا لا. فبيقول له صابر ايوه. وبيكون عاصم حاضر الجلسه وبيسمع كلام صابر. وبيقول صابر عنوانه في المحكمه لانه هيسافر البلد، وبيطلب شريف من ناديه انها تروح لصابر تطلب منه ما يسافرش. وبنروح لبيت صابر، وبيروح له عاصم وبيدخل بيته وبيقتله. في نفس الوقت بتيجي ناديه وبتلاقي الباب مفتوح، فبتدخل وبتلاقي صابر مقتول فبتصوت. لكن عاصم بيقدر يستخبى ويخرج عند باب الشقه كانه لسه داخل البيت، وبيهدي ناديه ويبلغ الشرطه. وبياخد ناديه وبيروح العياده بتاعته مع بعض. وبيتكلم عاصم مع سونيا وبيقول لها انه هيعمل تنويم مغناطيسي لناديه وهيخليها تكتب جواب انها تنتحر، وان هي اللي قتلت صابر، وبعد كده يخليها تموت نفسها. في نفس الوقت بيهرب شريف من السجن وبيروح لبيته، فبتقول لمامته ان صابر اتقتل وان الحكومه لقت شنطه ناديه في بيته. فبيسيبها شريف وبيروح على عياده الدكتور وبيقول لمامته ان لو الشرطه جات لها تقول لهم على مكانه في العياده، لانه بيبقى عارف ان عاصم هو اللي عمل فيه كل ده. بيقول عاصم لسونيا انه هيخلي ناديه ترمي نفسها من فوق كوبري امبابه. وبعد ما بيوصل شريف العياده بيلاقي سونيا لوحدها، فبيضربها عشان تقول له ناديه فين، فبتقول له ان عاصم خدها عند كوبري امبابه. ويقدر شريف يلحقهم وبتدور خناقه بين شريف وعاصم وبيضربوا بعض. ويقدر شريف ينقذ ناديه وبتيجي قوه من الشرطه عشان تقبض على عاصم، وبيتقبض عليه وبيطلع شريف براءه وبيتجوز ناديه. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم ريهام حشاد.